تنقيب طبي لكن ليس للبحث عن آثار ومقتنيات، وإنما لإخراج أجسام غريبة من داخل الجهاز الهضمي للأطفال، مفاتيح ومسامير وبطاريات وغيرها. هذا ما ابتلعه الأطفال واستخرجه أطباء الجراحة في النجف. نعتبر ذلك تنقيب، ولكن للأسف غياب العناية من قبل الأهالي والغفلة عن الأطفال قد يسبب أخذ هذه الأجسام الغريبة. المفروض الطفل ما يؤخذ بها، أو العادة من قبل بناتنا أنه عند لبس الحجاب تضع الدبوس في فمها لأجرها، وهذه عادة لا تحبذ. المفروض كل الابتعاد عن وضع أي جسم غريب في الفم حتى في أثناء العمل. مستشفى الجهاز الهضمي في النجف أكدت ورودها أكثر من 7 حالات ابتلاع أجسام غريبة للأطفال تم التداخل الناظوري لها واستخراج تلك الأجسام، عازين أسبابها لعدم الانتباه لهم من قبل عوائلهم، مشيرين إلى أن هذه الحالات لا تقتصر على الأطفال فقط بل شملت حتى الكبار. أقصى خطورة بابتلاع البطاريات، بطاريات أجهزة السكري، بطاريات الألعاب الإلكترونية المتداولة حاليا اللي يسموها بوتن باتري. البطاريات هذه البطاريات تشكل خطورة كبيرة على الطفل في حال توقفها في المريء، حيث تسرب مواد شحنات كهربائية ومواد كيميائية من داخل البطارية تؤدي إلى التهاب وتقرح المريء، حتى تؤدي في بعض الأحيان إلى ثقب المريء. تقريبا استقبلنا هذا الشهر تقريبا ما يقارب 7 إلى 8 حالات، حالة بلع بطارية، مفاتيح، أقراص معدنية، بسامير. للأسف 3 حالات ابتلاع بسامير كونكريت، حالة غريبة. ويحذر أطباء مختصون من تكرار هكذا حالات قد تودي بحياة الأطفال في حال ابتلاعهم أجسام خطيرة لا يمكن السيطرة عليها واستخراجها بالوقت المناسب. من النجف، محمد الغالبي، وان نيوز.